بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير وعافية. وحشتوني يا غاليات. أنا ما حبيت أنزل هذا الفيديو وترددت كثير، لكن الهدف الأساسي يستدعي أني أنزله، ليس لكسب المشاهدات والاستعطاف، لا والله. لو كنت أبغى الكسب المادي كان أطلت الفيديو وتوسعت في الموضوع. الله يعلم أن هدفي هو أن أجد دعاء صالح بالشفاء والعافية، وألا يحوجني الله للمستشفيات والأطباء، وأن يغنيني بفضله ورحمته ولطفه عن كل من سواه. ربما فيكن من لو دعت الله لي استجيب لها، ففيكن الصالحات والمحافظات، ولا أزكيكن على الله، ولكن كما أقرأ في تعليقاتكن وأستشف مبادئكن من خلال كتاباتكن. أنا من قبل رمضان ما أدري إيش صار لي. من وقت ما كنت أفرزن السمبوسة كنت آخذ المسكن عشان أقدر أوقف في المطبخ وألف السمبوسة وأشتغل وأفرزن بالرغم من مرضي. جاتني سخونة قوية والتهاب في الحلق والصدر، وقلت الموضوع طبيعي، يمكن عدوى أو برد. المهم قعدت 6 أيام مسخنة ولا رحت المستشفى، لأني ما أحب المستشفيات لأسبابي الخاصة، وأتوكل دائما على الله وأعتمد على الأذكار والأدعية والرقية الشرعية في العلاج بعد الله طبعا، لأن لو ما أذن الله لي بالشفاء ما نفعتني الرقى ولا نفعني الأطباء مهما اجتهدت. إذا الأمراض بسيطة وعادية ما يحتاج أروح المستشفى، مسكن وخلاص. لكن لو تغيرت الأمور أو ساءت، بالعكس، الإهمال ما هو طيب، وربما الإنسان يأثم إذا أهمل صحته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم. الراوي أسامة بن شريك. المهم تحسنت بعد هذاك الأسبوع والحمد لله، وعدت الأمور على خير، وظنيت أنها عدوى زي ما ذكرت لكم، والحمد لله تعافيت قبل رمضان بيوم. وقلت استجاب الله دعائي بأن شفاني قبل رمضان، لأن سخونتي كانت عالية وخفت أضطر أفطر لو دخل رمضان وأنا مريضة. وبقيت أسبوع من رمضان وأنا بخير، وفجأة انتكست. جاتني شرقة كذا بعد الفجر، بعد ما صليت الفجر كذا جالسة على السجادة وشرقت بريقي. كحيت لحد ما شعرت أن القصبة الهوائية عورتني. أنا عندي مشكلة في الغدد وفي الصدر، سبق وذكرتها في فيديو تجربتي في علاج نفسي بالرقية الشرعية. اللي ما سمعت الفيديو تروح تسمعه إذا ترغب. وبعد الشرقة، يعني بعد ما كحيت، سخنت لمدة 5 أيام. ما كان في سبب لذيك السخونة غير الشرقة، ورجعت لي العافية بعد السخونة هذه 2 أو 3 تقريبا، وبعدها صرت يوميا أسخن. لكن مو زي أول كنت أسخن طوال اليوم. أما الآن لا، السخونة ما هي متواصلة. كانت تجينا السخونة بالتوقيت قبل الفجر بشوية أو بعده، وتروح تقريبا الساعة 10 أو 11 الصباح. أحيانا إذا جاتني قبل الفجر أخذ حبة مسكنة وأنام، وبعد ساعة أو ساعتين كذا تروح السخونة الحمد لله. لكن إذا جاتني بعد الفجر ما كان عندي إلا الرقية الشرعية والأذكار بعد الله ونعم بالله. مع الاستماع للرقية تروح بدون أدوية، وأرش جسمي بماء مرقي، مجهزة بخاخ فيه موية مرقية وموية ورد وملح صخري ذايب في الماء. أحط قبضة ملح داخل البخاخ وأخضه، وأخلط معاه تقريبا ربع كاس موية ورد، وطبعا الموية مقري عليها، وأرش فيها جسمي كل ما تعبت. والحمد لله أتحسن بالتدريج، يعني مو زي المسكن ساعة وكذا، ساعة ونص وأنا صرت طيبة، لا، أخذ 2 3 ساعات كذا وتهدأ الأمور. المهم كل يوم أقول خلاص يمكن أتعافى وما أحتاج أروح المستشفى، ومتفائلة بالعافية. ليلة العيد شدت علي السخونة، جهزت العيد وأنا مسخنة. والله إني كل ما وجدت فرصة أترك المطبخ وأتمدد في الصالة من الدوخة والتعب اللي في جسمي. حتى ولدي جاني في المطبخ وأنا كنت تعبانة مرة ووجهي كان شاحب وحزن مرة علي، ما يقدر يساعدني لأنه هو ميت نوم وتعب من المشاوير اللي قضاها طول الليل، وما هو قادر يروح ويخليني بذاك الحال. بس طردته، قلت نام عشان صلاة الفجر وصلاة العيد، وراح وهو مستحي.
وأنا طول الوقت أدعي أن ما يصير لي مضاعفات تضطرني أني أروح المستشفى وأخرب فرحة العيد على زوجي وعيالي. المهم بعد العيد كلمت أخوي الدكتور أحمد وحكيت عن وضعي. قال لي متأكدة أنك تسخنين كل يوم؟ يعني مستغرب أني طول الشهر مسخنة ومن قبل رمضان مسخنة. يقول لي يمكن مجرد حرارة في أطرافك مع الإجهاد. قلت له يا أخي تجيني سخونة مع قشعريرة، كيف مو متأكدة؟ أعرف السخونة وأعرف حرارة الجسم المجهد. قال لي قيسي حرارتك كم يوم وخليني أشوفها. فصورت لعدة أيام بعد العيد درجات الحرارة، وكانت كلها طبعا فوق 38. وكانت في رمضان تجيني قوية أقوى من اللي بعد العيد، حتى أني أطفي المكيف وألبس لحافين وجسمي ينتفض من البرد. الحين بعد العيد الحمد لله ما صارت تجيني هذا النفضة القوية. وكمان متزامن معاها نزول الوزن، نزلت 6 كيلو خلال الفترة اللي راحت، يعني من رمضان وأيام بعد العيد. ما أدري لأن نفسي مسدودة، ما أشتهي الأكل ولا لها أسباب أخرى. المهم أخي لما عرف أن وزني نزل قال لازم تروحين المستشفى تعملين تحاليل وأشعة وكشف عام على كل جسمك وتاخذين الأمور بجدية. فرحت قبل يومين سويت تحاليل عامة للغدد والوظائف القلب والكلى والكبد وصورة للدم، وباقي ما عملت الأشعة لأن الأشعة عليها زحمة، فإن شاء الله أروح لهم مرة ثانية وأعمل الأشعة. وأنا متوكلة على الله ومحسن الظن فيه، وحاطة نصب عيوني الآية وما كنت بدعائك ربي شقيا. لكن ما أخفيكم أني بين فترة وأخرى أضعف وأقلق وأبكي، أخاف يكون عندي مرض ما هو سهل. اللهم اشفني شفاء لا يغادر سقما، وأشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. وأيضا من أسباب تنزيلي لهذا الفيديو حبيت تستفيدوا من تجربتي في تخفيض السخونة بالرقية الشرعية. في على اليوتيوب رقية للسخونة أظن للشيخ عمر العاطفي، فيها أظن عدة شيوخ، تستمعينها وانت نايمة. لو كنت ما تقدرين ترقين نفسك اسمعيها، غير الرقية اللي ترقين نفسك بالفاتحة مكررة وأول 5 آيات من البقرة وآية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذات والأدعية النبوية، كلها تقرأ في قارورة ماء أو كوب ماء. طبعا هذه أهم من الاستماع، يعني اللي تقرأينها أنت بنفسك أهم من الاستماع، لكن اللي تستمعين إليها تعتبر مساعدة. وبالأذكار وبتكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبكثرة الاستغفار قدر ما تستطيعين، لأنك لما تكوني مسخنة يثقل عليك الكلام ويتعبك وياخذ من طاقتك. الاستغفار فيه فوائد عظيمة، قال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. القوة هنا تشمل الشفاء والعافية والنشاط. وأيضا ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وتكررين أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة الذكر طبعا مو لازم كلها ورا بعض، يعني تاخذين شوية راحة وترجعين تكملين. يعني الإنسان كذا مع السخونة ينام ويصحى ينام ويصحى، فإذا صحيتي اذكري الله بما شئتي، بالصلاة على النبي أو بالاستغفار أو بقراءة آية الكرسي أو بالفاتحة، وأمسحي على جسدك بالقرآن. مع كثرة الذكر والله إني وجدت الحرارة تنخفض وأنشط وأقوم من سريري بفرحة وتفاؤل وحب لهذا الدين العظيم وامتنان للرحمن الرحيم على لطفه وحفظه، وأن هدانا للإسلام وعلمنا ما ينفعنا من خير الدنيا والآخرة. يوم الثلاثاء الصباح كنت مسخنة، صورت لكم قياس الحرارة قبل صلاة الفجر. بعد ما توضيت وبردت نفسي بالماء طلعت الحرارة 39.2، وصورت مرة ثانية بعد ما صليت الفجر وقرأت الأذكار والفاتحة وقرأت آية الكرسي والمعوذات. شوفوا كيف انخفضت 4 درجات، صارت 38.8 خلال أقل من ساعة. وبعدين تستمر الحرارة في النزول حتى تعود لطبيعتها، ما أكمل 2 ساعة إلا هي 37. وترى كل يوم أجهز المسكن أذوبه في الماء، ولما تبدأ الحرارة تنخفض يعني أترك احتياط جنبي، أقول لو ما نزلت خلال 1 ساعة راح أشرب المسكن.
ولما تبدأ الحرارة تنخفض ما عاد أستعمله بفضل الله وكرمه. أنت بذكر الله يقوى جسدك ويذهب تعبك، وتؤجرين على الذكر وعلى حسن الظن بالله وعلى الدعاء واللجوء إلى الله في كل وقت، لأن الدعاء رغم أنك تدعين الله في مصالحك إلا أنك تؤجرين عليه، فالدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن استجيب لك غنمت خير الدنيا والآخرة، وإن لم يستجب لك فاعلمي أن الله ادخر لك أجر هذا الدعاء وأجر البلاء للآخرة. هو أعلم بما يصلح لنا وما يصلح حالنا، وربما يطول الوقت على استجابة الدعاء. يريد الله أن يختبر يقيننا وحسن ظننا به، ويريد أن يرى تعبدنا وانطراحنا بين يديه، ويريد أن يهذبنا ويردنا إلى جادة الطريق. فأحيانا مع النعم والعافية المستمرة يزيغ الإنسان ويبطر النعمة، فيبتليها الله ليرده إلى الصراط المستقيم. وفعلا كثير من الناس لاهي في دنياه، وأول ما يمرض يحافظ على الصلاة في وقتها وعلى الأذكار، ويقرأ ورده من القرآن ويتصدق. إذن كان هذا الابتلاء خيرا له، وإن كان ظاهره بلاء وتعب، إضافة إلى أجر المرض والصبر عليه. أرجو أن أكون أفدتكم وحققت الهدف من هذا الفيديو القصير. ويلا حبايبي، لا تنسوني من دعائكم، أنا بأمس الحاجة لدعائكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.